قدم بلاغ النهارده ضد الصفحتين دول. تم تقديم بلاغ النهارده علشان لازم يتقفلوا. بقول للاستاذ كرم جاب ثانيه واحده يا ناس، اجاوبك ازاي بقفايه؟ قول لي اجاوبك ازاي؟ وانا مش هعرف اجاوبك وانا قفايه كده معاك. معلش يا معالي المستشار، طب بعد اذن الناس بس يعني اتفضل يا اسال سؤال. اتفضل يا مستشار. بعد اذن الناس تم تقديم بلاغ شغل ماشي. بعد اذن الناس معالي المستشار، احنا من دقيقتين بالظبط. شايف العصفوره دي؟ ايوه ماشي. معلش يا معالي المستشار، انا اسف، انا واحد من جمهور الزمالك من اول ما وعيت. لا انا ما بسمعش كده. تمام. طب انا بس هم كلمتين حضرتك من شويه دلوقتي. لا من فضلك، انت صحفي؟ لا انا مش صحفي. مشوار بيني وبينك. انا واحد من الجماهير يا معالي لا انا مش فلان. لا يا معالي المستشار بعيد عن فلان. انا في النادي يا ابني اسمع بس. تمام اتفضل. ده صحفي تحت فوق دماغي حضرتك. انا واحد من اللي هو شكلك جاي. نعم واحد من اللي بيتحرق دمهم بسبب نتائج الفريق. بسبب نتائج الفريق. مين بقى السبب؟ انا؟ احنا ما هو انا بسألك سؤال يا معالي المستشار. بسألك سؤال جاوب. اتفضل. انا؟ ما هو انا جاي مدير فني على المستوى. ثانية واحدة. واحنا اللي طلبنا الجماهير. لا ثانية اللي طلبنا المدير الفني. انت لا ثانية واحدة. تمام. اقول لك انت عملتوا ايه؟ انت جمهور حقيقي ولا من؟ لا ده انا من ايام ملعب حلمي. انا بسألك سؤال. ومبدئيا انا محامي برضه يعني. انا ثانية واحدة بقى. هو كويس، هو جاي لي بقى كويس. اتفضل. تمام. مين اللي قاعد؟ فريرة؟ احنا اللي قلنا فريرة من قلب المدرجات. تمام يجي. تمام. مين اللي قال ان الراجل ده خرف يمشي؟ انتوا. مين اللي لما جه اسامه نبيه والراجل قاعد خلاص، اول ما اسامه نبيه نزل الماتش وانتوا رجعوا لنا فريرة وانتوا ماشيين؟ ثانية واحدة. مين اللي اسمع، مين اللي مشى محمود علاء وقعد يهتف ضده ويشتمه؟ انتوا. لغايه ما الواد مشي. مين اللي مشى اوباما؟ انتم. خلاص ما اعرفش كجمهور. ثانية واحدة اتكلم بقى بصراحة. تمام؟ ثانية واحدة بيه. انتوا اللي بتعملوا كل ده. لكن الجمهور الحقيقي لا عارف ايه اللي بيحصل. في فئة معينة انا بقول لك عايزين فريرة جبنا، لا ده خرف. تمام؟ اتشتم الراجل. وبعدين عملنا صور باعلام ليه. خلاص اول ماتشين اتغلب فيهم مشي فريرة. جمهور فريرة يا راجل مجنون. مشينا فريرة، جبنا اسامه نبيه. اول ماتش اللي هو كسبه اسامه نبيه فيوتشر، عملتوا ايه؟ خلاص وانتوا رجعوا لنا فريرة. لا حرام. احنا بنتكلم على الزرع والحصاد يا بيه حرام. هو انا بقالي سنه، انت مش فاهم حاجه، انت محامي. والله محامي. طب انا بقى ماشي، انا بقالي دلوقتي سنه خدت دوري وكاس، مالكش كلام عندي. يلا خالص ما اسمعكش. انت كنت اسمع بس. هو انت عايز تتخانق معايا يا ابني؟ مش بتخانق يا معلم. انا بسالك سؤال ممدوح بس لان النادي مش بتاعك. لا يا مستر. لا النادي بتاعك. لا لما اعرف انك انت جمهور حقيقي. لا انا جمهور حقيقي. انا اجيب لحضرتك صور. انت عايز تعمل ترند بيه يعني؟ عايز لا بص يا ابني، انت زملكاوي بقالك كام سنه؟ انا بقالي 39 سنه. تمام. ممدوح بس لما لا مؤاخذه 10 سنين عملت ايه؟ ولا نطقت. عشريه سودا برضه. جاي اللي واخد 14. اسمع بقى. اتفضل يا معلم. اللي واخد 14 بطوله في 4 سنين جاي تتكلم معاه. كلنا ندانا باسمك يا معلم. مش عايز تقول اسمي يا باشا. ندانا باسمك ووقفنا ضد الجول عشان خاطر يا ابني انا مش مدير فني للكوره. افهم بقى. انت شايف الكلام اللي يا جماعه احنا بنتكلم دلوقتي. لا كلام بص يا بيه، ده عيل مسؤول. شكرا. يلا برضه انت مش جمهور طبعا. انا مش جمهور. لا مش جمهور والله يا معلم. ثانيه واحده، محدش يجي ناحيتنا. انت مش جمهور. انت لو جمهور محترم. تمام. لما واحد بقاله سنه يجيب دوري وكاس وندانا باسمك يا معلم مستشار، وكنا درع وسفل معاليك. يا عم مش عايز درع وسفل يا عم. اقول لك حاجه، انت جاي النهارده المحكمه ليه؟ عشان عندي جلسه. يعني مش جاي عشان قضيه النادي. مع السلامه. لما اتحجز اتعمل على النادي ما جيتش ليه؟ عشان انت مالكش علاقه بالزمالك. يلا بينا يا جماعه. بس جعجعه على الفاضي. انا بخاطب خلاص. هو انكشف. لا معلم مستشار. انا بسالك سؤال يا بس خلاص. اتفضل يا معلم مستشار. انا بسالك سؤال، انت جاي المحكمه ليه؟ جاي عشان عندي جلسه. يبقى مش عشان النادي. لا ما هو انا لا اله الا الله. انا بسافر. انا سافرت ورا النادي للجونه يا معلم مستشار بالاتوبيسات اللي معاليك وفرتها لنا. طب الحمد لله. تمام. فاحنا احنا مع معاليك. انت هتموت تعمل ترند.
فين الترند؟ انا بتكلم عليك، انا مش واخد الفرصه اتكلم يا معلم. انا مش واخد الفرصه اتكلم. ليه يا ابني؟ انا بقى عايز اسالك سؤال ومش عارف اساله. لا ما تسالنيش حضرتك من اهو. طب انا يا ابني انا مش مدير فني. يبقى انا بعيدا عن الاداره الفنيه اتفضل. من اختصاص معاليك من 3-4 دقايق حضرتك قلت ان معاليك زرعت وغيرك حصد. ماشي. النهارده لا في زرعه ولا في حصاد. يا ابني بطوله الدوري والكاس اللي خدناه مين اللي خده؟ ده السنه اللي فاتت يا ابني السنه احنا دي بنتكلم في افريقيا اللي غايبه عننا، بنتذل من الاهلاويه بقالك كام سنه؟ 20 سنه. انا لسه يا ابني، ما هو انا 2005 اتحليت، 2020 اتحليت، انت جاي ده كل يا ابني ما اقعد سنتين 3 بتحل. وبنقف في ظهر معاليك لما بنلاقي الحل جاي ضد النادي. يا عم صح؟ انت نفسك تكون ترند. انا عمري ما عايز اكون ترند على حساب النادي، اولى انا واولى اي حد من جمهور الزمالك. انت سؤال ثاني قدام الناس، انت جاي المحكمه ليه؟ شغل. لا اله الا الله، جاي شغل. حضرت معانا القضيه؟ لا ما حضرتش القضيه. خلاص ولا هتسمع لحد مع المستشار، ولا هتسمع لحد. سمعك ده كله مش يا باشا لا هو ما بيسمعش لحد ما انت شايف الخلوشه. لا محدش يجي حته. بقول لك ايه؟ محدش يجي، هو عايز كده. انا الجمهور اللي بيتحرق دمه. هيموت يا دكتور. انا الجمهور اللي بيتحرق دمه. طب يا معلم ما انا مش داعش يا عم، بقول لك ايه؟ انت ما تمدش ايدك، انا محامي قبل ما اكون جمهور. انا محامي. انت مالك؟ محدش كلمك يا باشا. انا ما تمدش ايدك. كل عمال يصورك، انت جاي لي اصلا. يلا من هنا يلا. ترند؟ انا عمري ما كنت ترند على حساب النادي مع المستشار. عمري ما كنت ترند كفايه على انك حساب انت كنت النادي. في المحكمه النهارده وحضرتش جلسه. طيب خلاص كده يا باشا. خلاص لا ما تكلمش. بعيدا عن اي حاجه، عايزين صفقات مع المستشار. تاني؟ النادي بيموت، النادي بيحتضر. اجيب لك صفقات تاني؟ فرقتنا بتحتضر. فين الصفقات يا معلم المستشار؟ فين الصفقات؟ فين الصفقات؟ لعيبه كلها ضرب. اقول لك فين ما لعيبه تزعلش. كلها ضرب. لو قلت لك لا لعيبه كلها ضرب. لا لعيبه كلها ضرب. انا بقى من هنا يلا والله انت عمرك ما كنت جمهور. انت جمهور ده جاي يعمل ترند. انت يا ابني محمود في ايه؟ هو عايز حد؟ هو نفسه في كده يا ابني، هو نفسه في كده يا ابني، هو نفسه. محمود اوعى يا احمد، هو يا عم احمد اوعى يا بنت. خلاص هيفتكروني بتخانق. خلاص يا سيادة المستشار، هو نفسه في كده، هو نفسه في كده، هو ده من الهاموس اللي انا قلته عليه. حضرتك رد عليه يا سيادة المستشار، رد. هاموس بيقول لك الصفقات كلها بايظه تمام. والنهارده كان في المحكمه اهو، كان عنده قضيه حضر معانا. لا هو جاي شغله. جاي شغله واخد بالك، ولا جاي شغله ولا بتاع، هو جاي عشان يستفزني. هو في النهايه ما قالش حاجه مفيده. حضرتك عايز تسال؟ كان فاضل يا سيادة المستشار كمل. سيبه يكمل يا ابني. يا باشا هو جاي يعمل ترند، هو جاي كده عشان يقول لك واحد من الجمهور. انت مش جمهور، انت لو بني ادم محترم ما تكلمش رئيس النادي كده. صح. لو محترم انت جاي مسؤول، واتحداك لو عندك قضيه. هو اساسا ما حضرش ولا يعرف ايه اللي حصل. وبعدين ايه ده عمال يشتم الصفقات والمدير الفني ومجلس الاداره. يقول لي سيادتك فين الصفقات واحنا اساسا موجودين النهارده عشان خد الصفقات. مش كده؟ ازاي بقى متناقض